ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع. قفل قفل قفل. جمال البقرة، جمال الجاموسة، جمال العيوطة. ايه ده الأغنية اللي انتي بتقوليها دي يا بنت انتي؟ بس مش بذمتك ان الأغنية اللي أنا بغنيها دي أحلى؟ كدابة طبعا، انت بتتريق عليا، دي مش أغنية ولا حاجة. هو أنا قلت ايه يا واد يا عبيط انت؟ أنا بقول جمال البقرة، يعني بتشتميني اهو. لأ طبعا، أنا بمدح البقرة وجمال البقرة. هو أنت بقرة؟ والله العظيم أنت قصداها. اثبت بقى إن أنا أقصدها. طب والله لا أروح أقول لماما عليكي، وهقول لها إن أنت بتتريقي عليا وبتشتميني. بتريق عليك فين؟ أنا بغني زي ما أنت كمان كنت بتغني من شوية. طب أنا هروح روح، مش هتعرف تعمل لي حاجة. أنا بغني. يا ماما، يا ماما، تعالي يا ماما بسرعة. تعالي يا ماما، شوفي جمال ابنك هيقولك ايه. مالك يا جمال يا حبيبي؟ بتنده عليا جامد كده ليه وانت بتعيط؟ انا كنت بغني يا ماما وانا على البحر انا وكوكي، وقعدت هي يا ماما تتريق عليا. لا ما اتريقتش والله يا ماما، اتريقت عليا. قلتي له ايه يا كوكي؟ ما قلتلوش اي حاجة خالص يا ماما، انا كنت بغني وهو خد الكلام عليه. لا يا ماما، قعدت تقول جمال البقرة، جمال العيوطة. والله يا ماما أنا كنت بغني وبمدح البقرة وبقول وأنا بغني جمال البقرة. تعالي هنا يا كوكي. عاقبيها يا ماما، زعلتني قوي. نعم يا ماما. بصي يا كوكي، النهاردة هعلمك حاجة لازم تعرفيها كويس جدا قدام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. عارفة الكلام ده معناه ايه يا كوكي؟ لا مش عارفة يا ماما. إننا يا أختي ما ينفعش نقول لحد كلام يضايقه زي ما انت عملتي. ايه ده بجد يا ماما؟ بجد يا كوكي، ما ينفعش أبدا تتريقي على حد ولا تتكلمي عليه بالطريقة اللي اتكلمتي بيها، وحتى كمان لو كنت عاملة نفسك بتغني. ربنا قال لا يسخر قوم من قوم، يعني انتي كنت بتسخري وبتتريقي على جمال، وده مرفوض يا كوكي. شفتي بقى يا ماما ازاي اختي الصغيرة بتتريق عليا؟ أنا مش عايزاكي تعملي كده مع جمال ولا مع أي حد تاني يا كوكي. ولا تنابزوا بالألقاب يا كوكي، يعني ما ينفعش حد يبقى بيكره لقب معين ونفضل نناديله بيه ونضايقه، وده اللي قال لنا عليه ربنا سبحانه وتعالى. بس أنا ما كنتش أعرف خالص يا ماما والله. وهو أنا المرة دي مش هعاقبك لأنك ما كنتيش تعرفي، لكن لو تكرر الموضوع ده تاني يا كوكي أنا هعاقبك عقاب شديد جدا. حاضر يا ماما. طيب أنا آسفة يا جمال، ما تزعلش مني. ماشي يا كوكي، بس ما تقوليش كده تاني أبدا. شفتي اهو يا كوكي، ربنا ما بيحبش اللي بيقعد يتريق على الناس ويقول لهم كلام وحش. بقى بطل عياط يا جمال، ما أنا قلت لك أنا آسفة